كيف الحامل تقدر تصوم خلال شهر رمضان الكريم بدون أي مشاكل صحية ويكون صيامها صحي؟ هاي من أكثر الأسئلة اللي بتوصلني على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى عند مراجعيني في العيادة عشان أقدر أعمل نظام غذائي صحي للحامل. أكيد بنقدر إنها الحامل تصوم ولكن ضمن شروط معينة عشان ما يأثر على صحتها. بفيديو اليوم رح أحكي كل إشي بتعلق بصيام الحامل خلال شهر رمضان الكريم وندخل بالتفاصيل للأطعمة اللي لازم تدخلها عشان تحافظ على صحتها. يلا نبدأ بفيديو اليوم. أول خطوة بصيام السيد الحامل شو هي؟ أول إشي لازم تراجع الطبيب، لأنه في حوامل بكونوا بأول شهر من الحمل، بنص الحمل، بآخر شهور من الحمل. مرات بآخر شهور من الحمل، خاصة إذا كان الحامل عندها ارتفاع ضغط دم وسكري حمل، هون لازم تستشير طبيبها. الطبيب أكيد رح يقيم وضعها الصحي ونشوف إذا عم تقدر تصوم ما في أثر على صحتها، وإذا قدرت إنه وضعها تمام وبتقدر تصوم، هون إحنا بيجي دورنا كأخصائيين تغذية. فدائما أول خطوة ببداية صيام الحامل، مثلا إذا شهر رمضان خلال بعد أسبوع أسبوعين، تاخذ استشارة مع الطبيب يعمل لها تقييم على حسب الفحوصات. إذا كانت تمام وإحنا ماخذين الأوكي من الطبيب من ناحية الوضع الصحي، هون أنا علي أنفذ الحمية المناسبة للحامل عشان يكون صيامها صحي ومفيد جدا لحالتها الأساسية. فهاي أول خطوة كتير مهم نعملها لنتأكد من صيام الحامل. تاني إشي بدنا نعمله بالنسبة لتوزيع السعرات الحرارية، بنعرف إنه الحامل ما بنقللها السعرات الحرارية. إذا كانت بأول 3 أشهر من الحمل بنعطيها احتياجاتها اليومية من السعرات زي إنها مو حامل، يعني ما بنضيف عليها سعرات حرارية. كيف يعني؟ يعني إذا كان وزنها قبل الحمل 60 كيلو واحتياجاتها مثلا 2000 سعرة حرارية على حسب العمر والطول والوزن وعلى حسب النشاط البدني، فإحنا 2000 سعرة حرارية بنضل نعطيها للحامل خلال الشهر الأول والثاني والثالث. إمتى بنبدأ نضيف سعرات أكتر؟ بنضيف تقريبا 250 ل 300 سعرة حرارية على 2000 مثلا، هذا كمثال، ببداية الرابع. وبرضه بنرجع إحنا رابع خامس سادس بداية الآخر السادس نرجع بنضيف كمان سعرات حرارية عن السعرات الحرارية المفروض تاخدها الحامل. هيك إحنا بنحسب السعرات الحرارية. طبعا عشان تتأكدي شو السعرات الحرارية اللي انت بحاجة لإلها، ممكن تحتاجي لجلسة واحدة مع أخصائية تغذية تقيم وضعك، تشوف فحوصاتك وتحدد السعرات الحرارية اللي انت بحاجة لإلها. فهاي تاني خطوة من ناحية السعرات الحرارية. بس بدنا ننتبه إنه شو بدها تعمل الحامل خلال الصيام. إحنا مسموح لنا الأكل خلال الصيام للحامل بوجبة الإفطار للسحور. فال2000 سعرة حرارية اللي لازم تاكلهم بدها تاكلهم من وقت الإفطار للسحور. فهون بكون في عنا عليها إنها هي تكون ملتزمة جدا بالأكل، حتى لو مش قادرة تاكل بدها يعني تقسم وجباتها بطريقة انها تخلص كل وجباتها واحتياجاتها من المي عشان ما يأثر على صحتها وتقدر تصوم بطريقة صحية من غير ما يتأثر الجنين، لأنه بتكون المشكلة هون وقتها عندها هي انها هي مو ملتزمة بالأكل. احنا بنقدر نوزع الكميات الأكل بطريقة ناخد كل احتياجاتها بشكل كتير كبير، زي ما بدينا بالخطوة الأولى انه إذا أخذنا الأوكي من الطبيب لوضعها الصحي. تاني خطوة انه نحدد لها كمية الأكل وما لازم تقلل منها عشان نتأكد انه الجنين عم ياخد كل احتياجاته. من المعتقدات الخاطئة جدا انه الحوامل بيحكوا لا ما هو انا اذا هو اخذ يعني احتاج اشياء او فيتامينات او معادن بياخدهم من جسمي والاكل مثلا بس بدي اياه للجنين مش لإلي. هذا معتقد خاطئ جدا. احنا بعلم التغذية والدراسات العلمية بنحسب كمية السعرات وهي احتياجاتها اللي لازم تاخدها وبنقسم لها اياها لبروتين ودهون ونشويات. تمام؟ إذا هاي الخطوة الثانية. ثالث خطوة شو لازم تاكل؟ أول إشي لازم تاكل، بنبدأ بالفواكه. إذا بالنسبة للفواكه الحامل زي ما حكينا بتحتاج تقريبا من 2 ل 3 ممكن 4 على حسب وضعها الصحي، ولكن يفضل إنه التمر بيكون بآخر أشهر من الحمل. التمر له فوائد كتير غذائية للحامل، ولكن بآخر شهر من الحمل لأنه بيزيد من انقباضات الرحم فبيساعد على الولادة. فعشان هيك لا يفضل بالشهور الأولى إنها تاكل كميات كبيرة من التمر. ممكن تاخد بدل التمر
حصة من العصير الفواكه الطبيعي، نعصر برتقان، كوكتيل فواكه، هيك بيعطيها برويها، بيعطيها المي وبتاخد الاحتياجات من الفواكه. وبنخلي حصص الفواكه الكاملة بعد الإفطار وعلى وجبة السحور. تاني اشي كتير مهم، الحامل تركز على شرب المي بكميات كتير كبيرة عشان ما يأثر عليها ولا يصير في عنا جفاف. كتير مهم تعوض سوائل من بعد الإفطار لحتى السحور، تقريبا حسب الحامل وقد ايه وزنها، ولكن مش أقل من 2 لتر. ونركز كمان على الشوربات فيها مية منيحة وبتقدر تساعد الحامل انها تاخد كميات المي. من المشروبات الرمضانية اللي لا يفضل انه الحامل تاخدها اللي هو مشروب العرق سوس. العرق سوس بزيد الضغط، والحامل اذا كان عندها مشكلة بالضغط ارتفاع ضغط الدم خاصة خلال فترة الحمل، هاي من المشروبات الرمضانية اللي لازم تتجنبها. ممكن تشرب شوي من قمر الدين، شوي من الكركديه، ولكن مش كميات كبيرة، وننتبه لكميات السكر عشان ما يزيد وزنها أكثر من الحد المطلوب، لأنه الحامل لازم تزيد بطريقة صحية كل شهر خلال فترة الحمل. كمان من الأشياء اللي كتير مهمة بأكل الحامل خلال الصيام البروتين مهم لتطور الجنين ومهم لها بشكل كتير كبير. ممكن تاخده عن طريق الدجاج واللحوم، الألبان، الأجبان، فاصوليا حمراء، فاصوليا بيضاء، عدس. ولكن اللي بدنا تنتبه منه السمك مسموح لها مرة لمرتين في الأسبوع عشان إحنا بنخاف من الميركوري أو الزئبق الموجود بالسمك، فممكن مرة بالأسبوع سمك بتعطيها أوميجا 3 مهمة جدا للحامل، ولكن مش بشكل مفرط إنه يأذي الجنين. والاسماك يفضل الاسماك زي الدينيس، السالمون يكون سمك مشوي ما يكون مقلي. فهاي من ناحيه الاسماك وكميات البروتين. وكمان بدنا نركز غير على البروتين من هاي المصادر، نركز على الكالسيوم والفيتامين دي والبروتين موجود بالالبان. أنا بنصح الحامل خاصة خلال فترة الصيام إنه يكون مصدر البروتين جاي يا من حليب البقري يا حليب الماعز يا من الألبان. هون تعطيها احتياجاتها كاسة الحليب 300 ملغ من الكالسيوم، تقريبا الحامل تحتاج ل 1000 ملغ من الكالسيوم، ما يعادل 3 أكواب حليب. مو ضروري تشرب 3 أكواب حليب، على الأقل تشرب كاسة حليب وممكن كاسة لبن وأجبان، جبنة قريش، جبنة حلوم، هاي كمان تعطيها الأجبان اللي بحاجة لإلها. كيف تقدر تاخد الأجبان؟ ممكن على وجبة السحور أو ممكن شوية أجبان على السلطة، ولكن كتير مهمة تكون مش مالحة. إذا كانت الحامل بالشهور الأولى من الحمل كتير مهم نركز على مصادر فوليك أسيد أو الفوليت، وهي موجودة بالخضار الورقية. فقد ما نقدر نعمل سلطات زي سلطة جرجير، سلطة سبانخ، الخس، هاي كلها مصادر فوليك أسيد مفيدة جدا للحامل. تنتبه الحامل كمان لكميات السكر، ما تقول أنا حامل والدنيا صيام بدي أكل حلو قد ما بدي. نعتمد على الحلاوة الموجودة بالفواكه، وإذا بنتناول حلويات تكون حلويات ما فيها كميات سكر عالية. حتى الفواكه إنه ما تكون كلها فواكه مجففة عشان ما تؤدي لزيادة للوزن. بالنسبة للعصائر كمان للحامل بدها تنتبه انه العصائر ما تكون العصائر المعلبة اللي فيها سكر عشان تقدر تاخد فائدة غذائية وما يؤدي لزيادة في الوزن. إذا بفيديو اليوم حاولت ألخص أهم النصائح الغذائية للسيدة الحامل خلال شهر رمضان والصيام. أكيد إذا عندكم أي استفسارات أو تعليقات تقدروا تحطوهم بالكومنتس. وإذا أنت حامل وحابة تعملي حمية خاصة فيكي من أي مكان في العالم، بكل بساطة بتقدروا تدخلوا على موقع الإلكتروني www.rubadiet.com، اشتراك حمية مع دكتورة ربا في 3 باقات. على حسب الباقة بقدر أساعدكم بحمية مناسبة. كمان إذا حبيتوا هذا الفيديو وحابين دائما توصلكم فيديوهاتي أول بأول، تقدروا تشتركوا بالقناة، تعملوا سبسكرايب بالقناة وتفعلوا الجرس، لأن إذا فعلتوا الجرس أول ما ينزل فيديو على قناتي دغري بيعطيكم تنبيه وبتقدروا تحضروا الفيديوهات أول بأول. أنا عادة كل يوم جمعة بنزل فيديو الساعة 4:30 عصرا بتوقيت عمان، فبتقدروا كمان تنتظروا هاي الفيديوهات لتستفيدوا منها. وإذا عندكم أي اقتراحات أو استفسارات لفيديوهات جديدة حابين تعرفوا عنها بعالم التغذية وبالصحة، بتقدروا كمان تكتبوا لي بالكومنتس، وأنا بشوفكم بفيديو جديد.